ارفع راسك تودي قلبك، لا توطي راسك، ارفع راسك تمام. ولا تمشي. جينا اليوم على اساس شفنا البنت بنتها، هذا والدي، هذا زوجها، هذا ابنها، البنت بنتها. بيض الله وجهه يا اخوه كذا عندكم مبارك عليك. ابن هاي يتكلم. انا عمرو خالد البحري، ابن سمية احمد عيسى الزبيري، والبنت والدتي. عندي سلامتك. بيض الله وجهك يا محمد، وجهها اذان كامل. الان ما صار الا خير، احنا ما نبي الا العلوم البيضاء قبال القبيله. صلوا على رسول الله. ما دام الرجال يجيلون البنت بنتهم وشالين الموقف، مسلمين الريع من بدايته الى نهايته. هذا احنا والله ما معنا من هلا عار وحنبه. بيض وجهك وعلمي وسلامتكم. والسيد ما يظلم حد ابدا، وثقانا فيه جيده. قالوا علينا وانظروا عاد نبان جيض والاعمار بحاجه ما تجملنا ولا تجملكم امام الحرمه تسلم لها امام العالم وتبيض لوجه الشيخ حمد ودهم جميع وبكير. والسلام عليكم. نشكر السيد عبد المخلص الحوثي، ونشكر كل الشرفاء، وأن يظهرون بعد ما جاءتنا الحرمه اتت الى بيتنا، الى بيت الولد الشيخ حمد الراشد بن فاطمه الحزبي برفقه ابنها عمر، هذا اللي يتكلم امامكم الان، وقالت انها مظلومه من قبل مدري من ومناع. فكان جواب الشيخ عليها اهلا وسهلا وارحبي فوق العين وفوق الراس، احنا علينا ان نصبش. ان كان مطلبش عند قبيله فاحنا قبيله وبنردهم للسنان الصايب، وان كان مطلبش عند الدوله فالدوله قديم فوق الجميع ودوله الجميع والدوله والقياده قديم ينصر المستضعفين بالشام معا. اذا كان ليش مطلب شرعي وما ليش مطلب الدوله قد تبين. بعد ذلك انها صرحت وزاره الداخليه ببيان انها ما هي بنت صدام وانها بنت الزبيري، مع ان اثبت على ذلك بيان ابوها وابنها الذي اتى بها الى بيتنا لليتم. البند الثاني وانها لحقتنا سواء كانت بنت صدام او غيره، ووصلناها الى العداله. مع انه كان في استقبالنا مكتب السيد، وتولى الامر اللجنه علي حسين بدر الدين الحوثي حفظه الله، وانتهى الامر في ذا اللقاء. وهذا يكون تسليمها لابنها وابوها وربعها، وحفظكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 4/1 للعام الهجري الجديد 48 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تم فك سراحي أنا والمرأة الذي أتت إلى بيتي وإلى أبناء قبائل الجوف، وذلك بتوجيه من السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. وكانوا يعرضون الخروج علي بعض الناس قبل عيد الأضحى وأبيت، وأبوا أهل الجوف، وعندما عرف السيد أنهم أبوا قال كرامتهم تعتبر من كرامتنا وينبغي خروج هذه المرأة مع حمد بطغى، وخرجنا أنا وهي جميعا. وفي خلال فترة اعتقالي 38 يوما عرضت اللجنة الأمنية علي عدة تقارير مكررة وفي لقاءات مكررة، وأثبتت هذه التقارير بأن هذه المرأة منتحلة لاسم ميرا صدام حسين، وإنها سمية أحمد الزبيري من قبائل أرحب. وهذا ما تطلعته اللجنة الأمنية علي من تقارير ومن فحوصات ومن ضوابط. ومن هذه التقارير الذي عرضت علي بطاقة تحملها في حوزتها باسم سمية أحمد الزبيري وجواز بشروطها الحقيقية فيه، وتحمل فيه اسم فتحية مطهر. وكذلك أثبتت اللجان الأمنية بأن ما لديها من إثباتات باسم أو جنسيات باسم دولة العراق فإنها مزورة، وكذلك البحث الذي لديها من مصر
أثبتت وما دخلوه حتى في جوجل، وأنا كنت متواجد، وأصبح البحث في صالح ذكر وليس في صالح أنثى. هذا ما استطلعت إليه لمدة اعتقالي، ونحمد الله عز وجل أننا نعتقل على شرف